لنا مشكلتك؟ انا جيت من مصر حضرتك، من هنا انا اسمي هشام مصطفى محمد هاني. تمام. الشهرة هشام المنصور. جيت من المنصورة لمصر من حوالي 20 سنة. جيت على اساس ان انا غاوي التمثيل وغاوي الفن والكلام ده، وبغني برضه، بس انا صوتي تعبان خالص دلوقتي. بمثل وبغني، وساعات بكتب شعر واغاني بكتبها لنفسي برضه. المهم، فجيت من حوالي 20 سنه، افضل اتلطش في مصر واروح واجي واعمل ومش عارف ايه، واروح البلد واجي واروح على مر مثلا 15 سنه. كنت بدات اعرف يعني ايه الممثلين، ويعني ايه الناس، ويعني ايه الكار الفني ده شكله ايه. فبدات اوصل للمخرجين. وصلت لواحد مخرج اسمه علاء عزام في قناه النيل الثقافيه. تمام. واخد بال حضرتك؟ المخرج ده بقى الله يسامحه، ده قال لك خلاص، قال لي بقى انا داخل في حاجه اسمها بايلوت، حلقتين في قناه النيل الثقافيه، ومزنوق في 15,000 ومش عارف ايه، وعايز شريك معايا. قلت له خلاص يا سيدي ما تحملش ممكن على 15,000، بس انا اشتغل معاك. قال لي خلاص انت معايا، ده انت نجم، واختبرنا. قال لي ما شاء الله، ده انت نجم، ده انت بطل، ده انت مش عارف الكلام اللي فاهمه ده. قلت له راعي ربنا فيا واعتبرني اخوك. قال لا خلاص تمام. وخدني، رحت يعلم ربنا والله استلفت له 15,000 جنيه واديتهم شويه، وقال اصل الاوراق مش عارف في مدينه الانتاج لازم توافق عليها، لا مش عارف مين اللي لازم يوافق، لا. قال لي بص انا عامل حاجات في رمضان كده، سهرات رمضانيه، ما تيجي معايا. بيني وبينك عمل لي جو حلو. سهرات رمضانيه بنعمل في جواها برنامج او سكتش ربع ساعه كده، بطولة انا البطل بتاع السكتش ده، وربع ساعه، واخد بال حضرتك، وعلى الهواء مباشره. بدات اجي في التلفزيون في البلد، والناس تشوفني وبتاع، خلاص بقى النجم رسم لك صوره ان انت هتبقى نجم. وبدات اجيب ناس كمان على حسابي بالصوره، والاكسسوارات على حسابي، والدنيا على حسابي، لدرجه ان بقيت الحلقات اللي بعد كده بقيت اكتبها انا كمان. من بعد ما خلاص بقى في ثقه وبتاع، اكتب لك عامل كذا، عملت كذا قبل كده ومش عارف ايه، الحمد لله. فكتبت برضه حلقات كانت جميله وكانت بتنجح، ولا بسال بقى خدت كام، ولا انا هاخد كام، ولا حاجه، ولا كان في دماغي الكلام ده كله. بقى انت عايز بصرف من جيبي. تمام. المهم شويه قام مدخلني، قال لي بس دلوقتي بيت العيله، انا بعمل حاجه اسمها بيت العيله، بس بقى كاتبها ولسه بس يتوافق عليها في مدينه الانتاج وما اعرفش ايه. طب احنا هنقعد مش هنقعد؟ طب اقول لك نعمل كليب. يا عم انا لا غاوي كليب ولا غاوي نيله، انا مش بتاع كليبات. قال لي طب بس شاور نفسك ونعمل كليب. انا بس الفلوس بتاعتك اتصرفت، فانا اعمل لك حاجه وبتاع. فقام جاب بقى شويه كاميرات كده من التلفزيون وما اعرفش ايه والكلام من ده، واحنا في وسط التجهيزات. يقول لي طب روح اعمل اوديو بقى في الاستوديو. اروح اعمل اوديو والكلام ده ب 7-8,000 جنيه، انا على حساب انا. واخد بال حضرتك؟ طب مش عارف عايزين ايه، طب عايزين ايه. المهم في النهايه وصلت له حوالي 40، يعني قول كاتب لي هو في عقد بينا على 30,000 جنيه. المهم نقول 30,000 جنيه الورق اللي انا واخده عليه، ولكن الورق يعني يثبت ان هو خد مني 30,000 جنيه، بس ما يثبتش ان انا ليه عنده حق، يعني 30,000 جنيه مقابل الكليب. تمام. هو دلوقتي ما خلصش الكليب، انا اضطريت لان صرفت. شريكي بدا يديني 5 في 10، اللي هو كان مديني 15 الاولانيين شاركني. قال لي طب ما انا شاركك. انا قلت له لو خسرنا هديك الارض بتاعت الساحل الشمالي يا عم، هديك الاول قلت له هديك ربعها بالمبلغ اللي هو 15,000. بعد كده خدت 15 تاني هديك نصها، خدت 15 تاني هديك. المهم وصلته لحد 3/4، والراجل وصلنا 60,000 جنيه، وكنا متراضين على كده. لو خسرت هدي له 3/4 الارض بتاعت الساحل الشمالي. المهم لفينا ودورنا ونعرض ما نعرضش، البتاع ما خلصش، اضطريت ان انا اكمله على حسابي. لا التحريش بقى اللي حوالين الموضوع زي ما حضرتك فاهمه، لا يعملوا لهم استيراد، لا ما اعرفش هدايا، ما اعرفش لازم سواق، لازم تاكسي، لازم عربيه. المهم ان الموضوع صرف جامد جامد جامد. يا عم علاء لا خلاص انت حر بقى، انت البس بنفس اللفظ، انا اسف على اللفظ. طب ما حاولتش تشتكيه؟ انا اقول لحضرتك انا رحت للمحامي، قال لي الورق، بس للاسف رحت للمحامي بعد ما صرفت الحلف كله. قال لي الورق يثبت انك ليك فلوس، بس المشكله انا عشان اجيب فلوسك لازم اروح مصر. طبعا المحامي ما كانش من المنصوره، وحتى اللي رحته من هنا من مصر برضه مش عايز فلوس. قلت له طب حضرتك اللي تجيبه لي خد نصه.
قال لي ماشي بس انا عايز مصاريفي واكلي وشربي ومواصلاتي. يعني على الاقل عايز له مثلا 5-6,000 جنيه، وانا كنت ولا زلت الحمد لله يعني. واخده بال حضرتك؟ بس نكمل المشوار ده بس. خلصت الكليب وصرف اللي صرفه، وصرف عليا اكتر من 100,000 جنيه لوحده كده بالتحابيش بتاعته بقى. واخده بال حضرتك؟ سنه 2-3 الكليب ما بتعرفش. جه شريكي يقول لي انا ماليش دعوه. يا تجيب لي الفلوس. انا كان زماني دلوقتي الفلوس عملته في مشروع كان زمانهم بقى مليون جنيه. يا تجيب لي فلوس يا تجيب لي تديني 3/4 الارض. قلت له يا ابني عداك العيب كده، تعالى. قمت كاتب له 3/4 الارض بتاعت الساحل الشمالي. بس عليها قال لي 300,000 جنيه. ادي 300,000 جنيه راحوا ايه؟ الفاضي. المهم الحمد لله لسه فاضل ربعها، ربنا يستر عليك. بس الحمد لله. دي نقطه. النقطة الثانية أما رجعت لصاحبنا بعد 3-4-5 سنين دول، والحكاية والرواية والله وأنت طيب زيي وإحنا غلابة زي بعض. لحد دلوقتي ما خدتش حقك منه. أنا كنت معاه من حوالي مثلا 7-8 شهور. قال لي بس في فيلم جاي وأنا حاطط في حاجة جامدة. أنت فنان. أنا حاطط في حاجة. طب حضرتك تاخد عليهم ليه اسمه الأمانة؟ أنا العقد بس ما فيش، كان في ثقة. ده أنا كنت مديهم له سلف في الأول. كان بيقول لي انا مزنوق فيهم في البايلوت وهخليك تبقى شريك معايا ال 15,000 الاولانيين. تمام. فاديته ال 15,000 الاولانيين، فما كانش فيه تمام عدم ثقه او حاجه، كان فيه ثقه. وضحت. واخد بال حضرتك؟ فحتى العقد كمان يعني كنا كاتبينه يعني كده. تمام.